عليكم. اليوم ان شاء الله حسوي لكم طاجين ديال الاناناس، بس هو طريقه مغربيه مليون بالميه، بس حنا غنخدموا عليه بالبريستيج ان شاء الله وغتشوفوا لي للاخر. يعني هذا التطوير، يعني هذا يوم تقول هدى برستيج، يعني البرستيج يعني مطور، مش طريقة الأصلية. طريقة الأصلية لكن هذه إضافات من فوق بس للتزيين. طريقة أصلية بس للتزيين تغيير. أول شيء عندي اللحم، أنا يعني لحم الغنم. شوفوا على حسب الكمية اللي عندكم. اليوم لحم غنم، وهذا للتزيين اللي هو هذا للتزيين المشمش، وعندي الأناناس، وعندي الكاجو، وعندي البيض، وعندي قشور اللوز. ليكم الاختيار نتوما من الفوق من التزيين، أهم شيء يكون الأناناس. وعندي السكر والزبده، هالاشياء كلها للتزيين. بس هالطريقه الاولى باش كان كيتخدم الطاجين. اذا بغيتوا تخدموه ساده، عندي خشوقه صغيره ديال الفلفل الاسود، خشوقه صغيره ديال القزبره غير مملوءه، وعندي خشوقه ديال هذا شو اسمه كركم عمي، وعندي زنجبيل، وعندي زعفران تحطوه في ماي، وعندي ثوم. يعني هذه الكبه كلها مال الثوم، حيت انا عندي 4 كيلو لحم. وعندي بصله واحده بس، ما غنكثروش فيه البصل، وعندي مليحه، وعندي قزبره وبقدونس، وعندي زيت زيتون وزيت نباتي، وعندي القرفه، وعندي القرفه عواد. بس حتشوفون كيف انا حاشتغل. شوفوا اول شيء بسم الله كنحطوا البصل بحال هكا. اول شيء كنبداو نحطوا في اللحم، نحطوا اللحم. هاري الساعه مسك لي هذا لو سمحت. اللحم منظف ومعدل مقطع مرتب وناشف من الماء، محففين من الماء. رقم واحد. الحين ما في اي شيء، هاي المكونات على ما تشوفون. يا ربي اللحم ما كثره. كنا اليوم احنا ب8 ما ادري 10 ما شاء الله. شوفوا، وكنحط البهارات كلها. هذه البهارات يعني الكركم، الزنجبيل اللي عديتيه من ساعه كلها. شوفوا انا اشتغل بيدي عباس على دباس هكا، وشويه المليحه. الملحه انتم عارفين على حسب الذوق، وكنزيدوا الزعفران من الفوق هكا، وكنحطوا. شوفوا القرفه لا تكثرون، بس قريصه شويه عشان تعطينا الطعم. صافي كنحط الثوم حتى هو هكا، حيت هاد الاشياء كلها حتتقلب. يعني من الدفيسه كله. والكزبره تنحط ربطه وحده هالطريقه. زيت زيتون والزيت النباتي. هذا كله ينعق دباس على عباس، وعباس على دباس. والحين حغطيه لما تقلل لي البصله وحوريكم. يعني ترى كم يباله؟ يباله واحد 10 دقائق، حيت عمي احنا ديما الطاجين كنحطوه على نار مهيله. هذا ها شوف الضوء هاديه لمده ساعه تقريبا. لا الحين قبل ما احط عليه الماء حنوري. اي واحد ياخذ ساعه ان شاء الله. يلا شوفوا الطاجين قاعد يتقلى اللحم، مخليها على خاطر. والحين حوريكم كيف يتعسل الاناناس وهذا المشمش. اول شيء عندي زبده، عندي 3 الخواشيق ديال الزبده، وعندي السكر ثاني بحال هكا 3. هذه هي الطريقه. ونفس الوقت ونفس الطريقه ثاني هذا من المشمش. اليوم ما في لا ماي ولا شيء، بس الزبده والسكر. يعني الطاجين ما كيبغيش الماء الزهر وهالاشياء. شوفوا، وغنبدا نحط في الاناناس على الزبده. هناك ما في ماي الحين نهائي ولا قطره ماي، على نار مهيله. غنرتبوه وغنوريهم كيف. حتى المشمش هاك نفس الطريقه. وغنحط قريصه ديال القرفه على المشمش، وهني قريصه ثاني من الفوق بس. شوفوا غنحط هاد العواد هني، وغنحط هاد العويدات هكا شويه مليحه، وانا كنحرك هكا. النار مهيله. هذه يسمونها طريقه التعسال. بس ما فيهاش المي. هاد الطريقه على النار مهيله غير بالزبده وبالسكر. والاناناس يوم يبدا يتقلى لينا عمي، حيبدا بحال يتقلى، غنقلبوه ثاني بحال هكا، ونبداو نحطوا فيه باش يتحمر. شوفوا هو ترى يطلق الماء يوم تحطوه. زين وبعدين وعقب ما يتحمر يتبندون عليه تخلينا. احنا كيف ما حياخذ هو وقت شي 15 دقيقه. اوكي بعدين تحمر نشيله خلاص حق التزيين. بس خلاص من يتحمر هذا ويذهب هذا بشيله حق التزيين. وهذا حين تجلس تجلب عليه الضوء. تعال امسك من عندي. شوفوا هنايا غنبدا نقلب البصل وهالاشياء اللي حطيت. شوفوا يعني خلاص ححط الماء وحخليه ساعه. لما يستوي حوريكم كيف. كم الماء اللي تحطينه؟ جيب لي ماء حافظ بليز.
حفيد الماي. كم تحطين كميه الماء؟ واحد نص لتر عمي ديال الماي. ايه شوف خلاص التوابل الحين دخلت. وغنغطيه الماي حطوه حار. يلا غطي. الحين بعد نص ساعه من يذهب اللحم؟ ساعة يكون ذاهب عمي. انزين. بس مرة يطلعوا عليه إذا ناقصوا ماي ولا شيء طلعوا المهم لين يذهب اللحم عقب يبتدون الترتيب. شوفوا وانا هني كنحرك باش هذه الاشياء كلها تعسل لي. شوفوا النار، شوفوا النار يلا حتى هني. هالمشمش خلاص جهز. خلاص. شوفوا هنايا يوم تقلبوه انا خليت لكم واحده كلها قلبته شويه شويه. ها كترجعوا تقلبوه هكا. بس الحين هذا معسل جاهز. شويه 5 دقائق وحطي عليه لما ينشف من هالاشياء كلها نفس المشمش. خلاص. ها يلا هذه هي الطريقه ديال التعسال ديالو. شوفوا الاناناس كيف خلص يعني قلبناه بشويش عشان ما يتحرق. وهنا شوفوا المشمش كتسوي نفس دائما انا اصور لكم 1 2 بس كتشتغلوا ب2 حق يستوي بهالطريقه. هالطريقه زي الورده تحطون وحده داخل وتلفونها. ايوه. بعدين كتحطوا لوزه ولا كاجو ولا اللي تحبون. شوفوا هاي طريقه زين. اما الاناناس حيجي في الطاجين. انا بس حوريكم كيف. هانتوما هالاناناس شفتوها كيفها. هذه كنحط بيض السمان وكنحط عليه شويه قشائر اللوز. بس هاي طريقه بيسمح بهالطريقه. يلا خلاص. يلا تعالوا نوريهم الطاجين عمي. شوفوا هذا الطاجين وجهز. سوى الماء ونشف ماء وزاد ماء وها. شوف ليش اقول لكم هذا ما يتكثر فيه البصل. حتى الحاله اذا تبون تاكلوه بدون اي شيء يمشي. يا ربي ما خلنا الا ريحته. والحين شو بتسوين؟ الحين حقعد عمي ارتب انا في هالاشياء. هنا غتبدا العمليه ديال البريستيج. هنا الحين شوفوا خلصنا البريستيج. هذا هو البريستيج. لما نخلصوا نغطيه 5 دقائق يرجع عليه الصهد. هذه هي الميزه ديال الطواجن. وعلى طول حينه للتقديم. على طول للتقديم يعني الميزه نغطوه على طول للتقديم. صح كلام مال هدى؟ ايوه صح. هذا الخبز المغربي. هذا هني تو خادمة لنا هدى. زين؟ اليوم طلعت عماركم غدانا مميز. طاجن بالاناناس. الاناناس اي. والحمل والحمة غنم. انا هذا اللي اباه اللي هو المعلد شويه اللي فيه العلاقه. هذا اللي انا يعيبني. شوفوا هذا اللي انا يعيبني. ما يعيبني اي شيء. هذا اللي لاح جنه الحريج. هذا وهذا طلعت اعماركم مقيم. هذا هو اللي انا ان شاء الله بيكون غداي. هذا نسبة لليوم. ويا الخبز هذا شوي وانا تعال بيطلع مني. ما ابالغ اني قلت لكم